تعالوا نروح بقى للقاء الزمالك وصن داونز. المباراة خلاص تحددت يوم الأحد القادم الساعة 8:30 مساء توقيت القاهرة. الفريق نادي الزمالك بدأ الإعداد النهاردة الثلاث، لأنه الفريق كان راجع من جنوب أفريقيا في الساعات الأولى أمس الأول وخد راحة، والنهاردة استأنف التدريبات، والفريق بيغادر إلى الإسكندرية إن شاء الله الأربعاء، ويتوجه لبرج العرب، وهيتدرب بقى في نفس توقيت المباراة في باقي الأيام، الأربع مساء 8:30 والخميس والجمعة والسبت. والتدريب بالتأكيد هيكون في برج العرب، مرة في الملعب الرئيسي وباقي المرات على الملعب الفرعي زي ما بتقول اللائحة. الفريق الزمالك يعني طبعا هقول انه كرة القدم ما فيهاش يأس، وهتشوفوا بعد كده لقطات او حاجات تؤكد كلامي. المهم انه بعثة سان داونز على الجانب الاخر هتوصل يوم الخميس، والزمالك هيبدأ طرح التذاكر اعتبارا من بكره، هتبقى امام بوابات نادي الزمالك والاتحاد السكندري في الشاطبي في الاسكندريه، وامام منطقه كره القدم في المنصوره. منطقه كره القدم بالمنصوره هيتم توزيع التذاكر. كلكم طبعا او جانب كبير منكم شاف مباراه الذهاب، ومش هتكلم فيها كتير لانه يعني الكل كان مجمع انه حصل خطأ في التشكيل. مفيش شك ان الزمالك لعب بثلاثة وسط مدافع، بثلاثة وسط مهاجم، وانه كان بيلعب خارج ملعبه كان المفروض يأمن الجانب الدفاعي، بس هذا الكلام خلاص اصبح ملوش فائدة. والتركيز الان في مباراة العودة، ولازم في كرة القدم تؤمن بحظوظك لغاية اخر ثانية. وهفكركم بمباريات كثيرة جدا غير مباراة النجم الساحلي والزمالك في العام الماضي، غير مباراة الزمالك والوداد. شفنا الوداد ماتش العودة وصل ل5-1، كان قريب جدا، لو سجل هدف يتأهل، وكان مغلوب كام 4-0 في الذهاب. الزمالك مع النجم الساحلي كان مغلوب 5-1 في الذهاب، وصل ل3-0 وهو 10 لاعبين واهدر فرصتين مؤكدتين. فكرة القدم ما فيهاش يأس، فيها إصرار، فيها عزيمة، فيها روح قتالية. تعالوا بقى أفكركم على المستوى العالمي بأشهر مباراة في تاريخ كرة القدم، كأس العالم للشباب في المملكة العربية السعودية سنة 89. مباراة قديمة شوية، لذلك معلش المادة بتاعتها هتبقى إيه يعني طبعا مش واضحة، لأن بقى لها بنتكلم في 27-28 سنة. دور الثمانية نيجيريا بتلعب مع روسيا. نيجيريا مغلوبة كام 4-0. تتخيلوا حضراتكم روسيا سجلت هدف والثاني والثالث والرابع، اهو امامنا روسيا لابسه الابيض، وفي الجانب الاخر نيجيريا بالاخضر، وروسيا تقدمت 4-0. وده الشوط الثاني كمان، يعني مش مثلا اول نص ساعه او حاجه، لا الشوط الثاني. فاضل كام على نهايه المباراه؟ لم يتبقى سوى 25 دقيقه. ومين؟ روسيا، فريق من اقوى الفرق في العالم وفريق متميز. المنتخب النيجيري ما يقاسي، المنتخب النيجيري آمن بحظوظه، سجل هدف، بقت النتيجة 4-1. كرة هي كانت فاول واتلعبت، هدف على شمال حارس المرمى، يعني طبعا قالوا هدف الشرف. سجل هدف تاني 4-2. ابتدت الأمور فرحة الهدف باينة، ابتدت الأمور بالنسبة لهم يحسوا إنه مش بعيد جدا، 4-0 بقت 4-2. وبعدين سجلوا كمان هدف ثالث، شوفوا حضراتكم الهدف الثالث 4-3، ده كل ده في الثلث ساعة الأخير من المباراة. 4-3 ومن مين؟ من روسيا بعد ما كانوا مغلوبين 4-0. وبعدين نيجيريا تنجح في إضافة هدف رابع في الدقيقة 39 عشان تبقى نتيجة 4-4. يلعبوا بعد كده ركلات ترجيح وتفوز نيجيريا وتصعد إلى الدور قبل النهائي، وتكسب الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 وتصعد إلى النهائي أمام البرتغال. دي كرة القدم، فريق مغلوب 4-0 وفي تلت ساعة قدام مين؟ روسيا، وفي تلت ساعة سجل 4 أهداف وتعادل ووصل لركلات الترجيح. عايز اقول لحضراتكم انه الفريق سان داونز قوي، فريق متميز بدليل انه 5 لاعبين تم اختيارهم في تشكيلة افضل لاعب على مستوى القارة، المستوى المحلي، يعني بينافسوا بقوة. منهم حارس المرمى، منهم دولي اللي انا قلت لحضراتكم عليه رقم 7، منهم رقم 33 بيليت. عندهم لاعبين ممتازين جدا جدا، وفريق دفاعه قوي كمان مفيش شك. لكن هل ما نقدرش نكسبه 3؟ لا ممكن. لو واحد سألني طب حظوظ الزمالك كبيرة، هقول له لا، حظوظ سان داونز أعلى، يعني ممكن نقول 75-25 بكل صراحة. لكن ما دام في أمل وفي 25%، أنا قاتل عشان حتى أكسب احترام الجماهير، حتى لو ما كسبتش الناس تحس إن أنا عملت اللي عليا، الناس تحس إنه
الحظ ما حالفنيش او انه في نوع من عدم التوفيق، لكن اهم حاجه ان انا اعمل اللي عليا في المباراه. الزمالك ممكن جدا يكسب 3-0 وممكن يوصل لركلات الترجيح، وجنش متميز جدا في ركلات الترجيح. وفريق سان داونز هنعرض له دلوقتي مباراته في نهائي الكأس. المباراة دي الحقيقة هتوقف عند شقين. فريق سان داونز في هذه المباراة اللي كانت في نهائي الكأس واتلعبت من أسبوعين دخل مرماه هدف في أول 30 ثانية. هنشوف كده البداية، الهدف اللي دخل مرماه في أول 30 ثانية في نهائي الكأس أمام فريق بيد ويست، وكان في الشوط الأول في البداية أهو، وادي التوقيت لسه بيقولوا يا هادي، ودخل هدف في مرماه. الفريق طبعا فريق سان داونز لابس الأصفر، وفريق بيد فيست زملائنا الاعزاء او مخرجنا اسماعيل بيقول لي الزمالك كمان كانه اعتبره انه لابس الابيض عشان يبقى جانب تحفيزي ليه. صحيح هي جت كده صدفه ان الفريق المنافس لابس ابيض وسان داونز لابس اصفر. المهم انه هتشوفوا فريق سان داونز لما دخل فيه هدف ايه اللي حصل وازاي خط ظهره وحصل فيه دربكه كبيره جدا، وحصل فيه تراجع، وحصل خط دفاعه فيه ثغرات كبيره جدا. كل ده هتشوفوه. ادي الهدف الثالث، يعني في هدف ثاني كمان، وادي الهدف الثالث. وهعرض لحضراتكم بعديها كمان كيف كانت تسير المباراه، لان احنا يمكن في الحلقات اللي فاتت شفنا الهدف الاول والثاني والثالث. بصوا بقى حضراتكم بعد الهدف الثالث هتحسوا ان المباراه اصبحت من جانب واحد. فريق سان داونز انهار، والفريق الابيض هو اللي رايح لسان داونز اللي هو فريق بيد فيست، وهو اللي بيهجم وهو الاخطر، وكان ممكن السكور يوصل ل5 و6. بصوا حضراتكم، ولولا انه حارس سان داونز متميز جدا كان ممكن يتغلبوا 5 ولا 6 في هذه المباراه. الفرصه الوحيده لسان داونز اللي امامكم هي الكره كانت ملعوبه بالعرض وضربه راس فوق العارضه. فيما عدا ذلك سان داونز لم يكن موجودا في الجيم، واصيب بركه كبيره جدا لمجرد ان دخل مرماه هدف. عشان كده لازم الزمالك في الفترات الاولى لو امكن وقدر انه يسجل هدف هتفرق كتير جدا وهتفرق بشكل كويس. لسه هنتابع لقطات من المباراه اللي زي ما قلت لحضراتكم هتلاقوا الشكل العام تغير. شوفوا حضراتكم كل الهجوم للفريق الابيض، وسان داونز لم يكن له وجود، واخطاء بالجمله للسان داونز. وادي شوط وبيوصلوا لجوه ال 18 وبيلعبوا وبيروحوا وبيشوطوا، وسان داونز لم يكن له وجود. حتى هنا مدرب سان داونز مش باين، اللي بيرجع على طول فريق بيد فيست هو ويتس اللي هو كسبان 3-0 وهو اللي موجود في الصوره. اي فريق معرض للانهيار، اي فريق مع الضغط الجماهيري ومع الضغط النفسي اللي بيقابله ممكن جدا يرتبك. وده اللي احنا بنأمل فيه ان شاء الله يوم الاحد القادم، انه فريق الزمالك بمعنويات بروح من التصميم يقدر يعمل عليه. بصوا حضراتكم اللعب كله وان سايد جيم في اتجاه واحد، وفريق سان داونز اللي شفناه عملاق وعمل قدام الزمالك اللي ما اتعملش، مجرد انه دخل مرماه في اللحظات الاولى هدف ارتبك وتراجع، وكان ممكن زي ما قلت لحضراتكم النتيجه زيد كتير جدا، كان ممكن تخلص بسكور كبير. شوفوا حضراتكم حتى هجمات سان داونز في المباراة دي كانت كلها هجمات عشوائية ومش موفقة، وانفرادات على مرماه ووصول لمرماه واهدار لفرص كثيرة جدا من الفريق المنافس. وده اللي احنا بنأمل ان هو يحصل، ان يكون فيه هدف مبكر في اللحظات الاولى، وبعدها الامور ان شاء الله تكون في صالح الزمالك. ممكن جدا يسجل هدف اخر في نهايه الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني مثلا، وارد جدا، بس يحافظ الزمالك على شباكه نظيفه. تعالوا نبدا. تحياتي استاذ طارق، رايك في حكم اللقاء؟ وحضرتك حذرت منه سبب هزيمه الزمالك مؤمن سليمان والشناوي. لا، ما فيش حاجه اسمها سبب هزيمه الزمالك، يعني هو ممكن يكون ليه حسبه وهو اتفرج على فريق سان داونز، ويمكن هو حس انه لما يحاول يمتلك منه نص الملعب او يعمل هجمات على مرماه او يخطف هدف ربما تسهله المهمه، لكن ربما هو التوفيق ما حلفوش في الحسبه ديت. لكن عايز اقول لحضراتكم انه مباراه العوده، وانا كان معايا الكابتن احمد رفعت يوم الاحد الماضي، قال برضو نلعب نأمن الوسط الدفاعي، يعني يكون عندنا 3 وسط مدافع، معروف يوسف وابراهيم صلاح وطارق حامد يكونوا موجودين من البدايه، والعب قدامهم بشيكابالا او مصطفى فتحي، ويكون معاه ستانلي، وفي الامام باسم مرسي. ده كان فكره، لانه فريق سان داونز فريق قوي، وشفناه لما جه لعب امام نادي الزمالك عمل مباراه قويه ورائعه.
عندي فقرة بقى برضو جميلة بتتكلم على التصميم، وان انت لو عندك روح التصميم ممكن تعمل حاجة. ده مش هجيبه من عندي، ده هجيبه من خلال لعيبة الزمالك ومن خلال اهداف جابوها في سنوات سابقة، اهداف جت بالتصميم وبالروح القتالية. انت عايز تكسب او عايز تسجل هتسجل، بس اهم حاجة يكون عندك تركيز ويكون عندك روح قتالية. تعالوا نرجع كده بالذاكرة لبعض اهداف لنجوم الزمالك ونشوف تصميم والروح القتالية بتعمل ايه. ادي مثلا حسين ياسر المحمدي. حسين ياسر المحمدي خد الكرة من على خط ال 18، وبصوا حضراتكم عمل سبرنت وخد واحد والتاني والتالت والرابع ولعبها على يمين الحارس، مصمم من ساعة ما الكرة جات له خدها انه هيسجل. شوفوا حضراتكم منطلق وعارف هدفه وراح للجول وسجل. ده حسين ياسر المحمدي، كان في الدوري المصري من 5 مواسم مع نادي الزمالك، ومثال للتصميم والروح القتالية. وعلى فكرة بالمناسبة نفس الكرة دي عملها كابتن حسن شحاتة، بس من كام؟ من 36 سنة في المصري. شوفوا حضراتكم سنة 80 حسن شحاتة اللي كان ساعتها 33 34 سنة منطلق وعمل سبرنت من 18 وصل وسجل هدف. وادي تسديدة من بره ال 18، تسديدة رائعة وقوية. وبقول لحضراتكم انه تصميم اللاعب وروحه القتالية بتلعب دور كبير جدا في تسجيل الاهداف. شوفوا حضراتكم انا لما بخش على الكوره واخد المكان الصح، او الكوره رايحه لي وانطلق بيها وحاطط في دماغي ان انا هسجل او ان انا هكسب او ان مفيش مستحيل، هتفرق معايا كتير قوي. عشان كده احنا قصدنا ان احنا نعرض لحضراتكم اللقطات دي عشان نقول مفيش مستحيل في كرة القدم، وانه النتائج لا تنتهي الا بالصافرة النهائية للقاء. ده الشيء اللي تعودنا عليه في كرة القدم. وبالمناسبة هقول لكم انه السنة دي في دوري الأبطال النجم الساحلي كان بيلعب مع انيمبا النيجيري. انيمبا فريق قوي، النجم الساحلي فريق قوي كان حامل للكونفدرالية. خسر 3-0 والحكم عمل أخطاء فادحة، خسر 3-0 في نيجيريا. مباراة العودة في تونس النجم الساحلي عمل مباراة رائعة وسجل هدف والتاني والتالت، لكن ما اسعفوش الحظ في ركلات الترجيح. بس ال 30,000 متفرج اللي في الملعب الأولمبي في سوسة سقفوا له وشكروه على المجهود ومحدش قال حاجة. الحاجة التانية عايز أقول يا جماعة لازم يكون هناك روح رياضية، ونضع في اعتبارنا أنه كرة القدم فائز ومهزوم، وأنه كرة القدم وسيلة للترفيه والتسلية. فالناس اللي هتروح المباراة لازم تبقى حاطة في اعتبارها أنه مش لازم فوز يا إما مفيش، لا، كرة القدم تحتمل الفوز وتحتمل الخسارة، لازم نتقبل الأمور. لكن زي ما قلت نادي الزمالك عليه والفريق أن هم يبذلوا كل ما عندهم، يقدموا بس كل ما في استطاعتهم، وبعد كده الناس بتتفهم.